تخيل تكون باغي تولي ملياردير ولكن ماشي بالخدمه ولا شي بروجي، بانك تصفيها شجره العائله ديالك واحد بواحد. هادشي اللي وقع مع بيكيت اللي غادي نبقاو نعيطوا ليه حسن. 4 سوايع قبل الاعدام ديالو حسن غادي يعاود القصه كامله لواحد القصيص، القصه اللي بدات مع مو ماري ريدفيلو اللي كانت هي الوريثه لواحد الثروه خياليه كتوصل ل 19 مليار دولار. واحد النهار تلاقات مع بوات حسن وعجبها وما حساتش حتى لقات راسها حامله، فاش قالتها لبوها الباشا جرى عليها من الدار وكملات الباهيه ملي راجلها مات في السبيطار قدامها وهي كتولد. ماري بقات صابره وكبرات حسن وديما كانت كتقول ليه حنا جراو علينا من الدار ولكن ما جراوش علينا من الورث. القانون عندهم واضح، الثروه كتمشي للكبير في العائله وخونا حسن كان هو الصغير في العائله، يعني باش يورث خاص كاع اللي كبر منه يموتوا واخا كانوا فقراء. ماري ربات ولدها تربيه كلاس وعنده ستيل ديال ولاد العائلات الكبار. في ديك الوقيته حسن تلاقى مع جوليا، سولاتو فين كيسكن، قال لها واحد الدوار سميتو بيلفيل ولكن ما غاديش يبقى تما ديما حيت غادي يورث فلوس كحله. جوليا سحب ليها غير كيعيق عليها. وواحد النهار مو طاحت مريضه وما تسوق ليها حتى واحد. حسن كان متيقن بلي عائلته كانوا قادرين يعاونوها ولكن ما بغاوش، وهي في الفراش ديال الموت حلفاتو باش يدير جهده كامل باش ياخذ الحياه اللي كيستحقها، وكان الطلب الاخير ديالها باش تدفن في المقبره ديال عائلتها الغنيه، ولكن حتى هذا الطلب ما حقوش ليها. ملي شاف هادشي كامل حسن مشى نيشان لدار العائله باش يطالب بحقه ولكن ما دخلوش حتى من الباب وعطاو واحد البرا مكتوب فيها ما نقدروش نعاونوك دابا. حسن كانت قدامه غير دار الايتام يجلس فيها وما بقاش شاف جوليا مازال. من مورا بزاف ديال السنين دازو حسن كان خدام كيبيع الكوستيمات وتما فين تلاقى بجوليا عاوتاني اللي عرفاتو من الدقه الاولى. جوليا كانت دارت جوله في العالم لندن دبي ودابا رجعات، عرض عليه يخرجوا يشربوا شي حاجه ولكن قالت له بلي راها مزوجه وهي غاده في حالها. سولاتو شنو وقع لديك الورشه اللي كان قال ليها وقالت له بالضحك عيط ليا ملي تقتلهم كاملين. هاد الجمله دارت طرن في راس حسن وخلاتو الليل كامل وهو كيخمم. كاينين 7 من عائله ريدفيلو فوق الارض ومو مسكينه تحت التراب. تما بدا كيفكر بان واحد فيهم يبدا، واول سميه طاحت عليه هو تايلور خدام في شركه ديال الخدمات الماليه. حسن بدا كيسول راسو انا بغيت نديرها كاع كيفاش غادي ندير ليها. قال مع راسو بلي ما قادش على هادشي غير هدسه، ولكن في هذيك الوقيته جا المعلم عنده وقال له بلي غادي يحولوه يخدم في واحد ديبو في مدينه اخرى، وهادشي حسن ما كانش باغي نهائيا. المشهد كيتحول بينا لواحد الحفله ديال داك تايلور اللي كان كيلوح الفلوس من هليكوبتر ونقص من نيشان لا بيسين. حسن دخل الحفله بلا ما يعاقب حتى واحد، خلى حتى تايلور مشى لليخت ديالو وتما لقى الفرصه باش ينفرد به. تايلور كان سكران مغيب وكاع الضياف كانوا ناسي. هز حديده وربطها لتايلور في رجله، بقى واقف هازه وكيفكر واش يديرها نيت ولا لا. تايلور كحب وبالخلعه الحديده فلتات الحسن من يديه، طاحت في البحر وجرات معاها تايلور للقاع وبالزربه حسن ركب في الجيتسكي وهرب من تما. ومن بعد مشى للكنازه ديالو وتما تلاقى بباط تايلور وارن ريدفيلو. مشى عنده قال لي بلي هو ولد ماريختو، جلسوا يشربوا شي حاجه وارن قال لي بلي ندم حيت ما بقاوش على الاتصال. سولوا على الخدمه ديالو وعرض عليه يخدم معاه في الشركه في البلاصه اللي خلى تايلور ولده. حسن قال لي بلي ما كيعرف والو على ديك الخدمه ولكن وارن جاوبه بكلمه واحده باك صاحبي، وحسن وافق يبدا معاهم الخدمه. في الاول كان كلشي كيجي صعيب ولكن بشويه بشويه بدا كيشد الحرفه. في ديك الوقيته جوليا عيطات عليه عاوتاني تسول فيه وعرض عليه يخرجوا عاوتاني وقالت لي بلي راه مزوجه عاوتاني. تما حسن حيدها من بالو وركز على الطاحيه الجايه في الليسته نوح اللي كان فنان. وحسن دابا ولا واثق من راسو كثر، مشى للمعرض ودار فيها فان ديالو. ومن بعد قال لي بلي راهم ولاد عمام. بقاو شادين الهضره ونوح دا حسن لواحد الغرفه فين كيصايب تصاور ويدخل عليهم روز صاحبه نوح وعرفها على حسن. تفاهمت معاه من الدقه الاولى وعرضات عليه يتعشى معاهم. هاد المره حسن كان خاصو يفكر في خطه باش يقتلو. جا عندهم وجلسوا كيتعشاو. حسن مشى بالتخبيه لغرفه التصوير وخلط واحد المواد كيميائيه في البلاصه اللي كان كيخدم فيها نوح ورد بحال الديناميت باش ملي يديروا التحقيق يبان بحال غير نوح ما نقاش الماتيريال ديالو مزيان. من بعد هرس البوله في داك البيت وخرج بالزربه. سالاو العشاء ومشاو بحالهم. وفي ديك اللحظه نوح دخل البيت وشعل الضوء وبوم وقع الانفجار. وحسن لقى راسو حاضر في الكنازه ديال نوح عاوتاني وهو غادي في حاله. وقفوا صحاب الاف بي اي قالوا ليه باللي راه ورث، ولكن حسن لعب درويش وما عارف والو. قال لهم انا غير خدام خدمه عاديه من 9 ل 5 كنت وارث كاع ما نخدم. الخدمه كانت غادا مزيان مع حسن وتما بانت جوليا عاوتاني كانت محتاجه سلف حيت راجلها ورث شركه وما عرفش يسيرها، ولكن حسن قال لها هذه راه ماشي بنكه ورفض الطلب ديالها. وهي غاده سولاتو على شكون غيكون الضحيه الجايه من عائلته. مع سمع ديك الهضره ضرب الضوء وحس بحال جوليا عارفه شي حاجه. واخا هكا خلاها غير خرجات وهز الكوستيم ديالو عطاه لواحد الخدام عنده وقال له يلبسو باش يدوز قدام الكاميرا. وهو مشى عند الضحيه الجايه ستيفن اللي كان قسيس عصري وعنده بزاف ديال الاعداء. حسن دار راسو صحافي باش يقدر يهضر مع ستيفن. جلس معاه في البيرو وبداو كيتناقشوا. خلاه غير غفل وهو يدير له شي حاجه في الكاس، ولكن ستيفن ناض من بلاصتو هز السيف حطو لحسن على عنق وقال لي بلي الصحافي اللي انت حصيفتو راه خرج تقاعد هذه 8 شهور. وتما بو حسن اعترف بلي غير كيكذب وراه ولد عمو. ستيفن تصدم وقال له يحسب له شي واحد من الاعداء ديالو مصيفطوا ليه. بقى كيطلب منه السماح على السيف وبلا ما يعيق هز الكاس وشرب منه، واللي ما كانش عارف بلي كان فيه مواد كيميائيه كدير سكته قلبيه. ومن موراها بشويه كان ستيفن الله يرحمه من مور ما حضر الجنازه ديالو حسن تلقى بروت اللي كانت مصاحبه مع نوح. قالت لي بلي كانت غادا تفارق مع نوح اصلا وهو يعرض عليها العشاء، ولكن قالت لي من الاحسن تجي عنده للدار ويطيبوا تما احسن. حسن تقدى داكشي ومشى لدارو ولقى جوليا تما كتسناه. قالت
قلت ليه باللي راه ما بقى عندهم حتى ريال وراجل كان غير كيكذب عليهم. بدات كتحاول تقرب منه شويه وهما يسمعوا الدقان في الباب. بالزربه خرج جوليا من الباب اللوراني ومشى يشوف شكون. القاروت وصلات قال لي راه الدار مرونه عنده وداه يتعشاو برا. جلسوا كيهضروا وعجبوا بعضياتهم. تما القصيص جيمس قاطع حسن وسولو تلاقيتي مع بنت زوينه وعندك خدمه مزيانه واش ما كانش كافيك هذا الشيء كامل باش تحبس القتل ديال عائلتك؟ حسن جاوبو وقال لي داك الشيء كافي وعاجبو ولكن فكر علاش غادي يحبس مادام حتى قتيله من هذوك اللي دار مشكو فيها انها جريمه. في ديك الوقيته العائله بداو كيشكوا بلي كاينه شي حاجه. عمتو كاساندرا دارت واحد النظام ديال الحمايه بالليزر في ديورها بربعه الا واحد سبانسات وكانت كتمشي لي كل 3 في العشيه. حسن دخل تما بصيفطو خدام وعرض عليها تبيض سنانها فابور. طبيعه الحال قبلت في البلاصه ولكن ما كانتش عارفه بلي دار ليها مواد سامه تما وكانت كتشبه البرودوي ديال التبييض. والبوليس سحب لهم غير زقرامه واستعملت برودوي دوزيام مشوا. من بعد جات النوبه في عمو ماكارتر اللي كان كيحلم باغي يسافر للقمر. حسن دخل بحال خدام عنده وعطاه كاس ديال القهوه ومع الطياره قلعات حتى ماكارتر مات وقلع السما حتى هو. بو حسن ضحكات ليه الدنيا وشرا دار جديده وطلب من روت تكون معاه تما وهي وافقات. الضحيه الجايه كان هو وارن الراجل اللي وقف معاه وخدمو تما. حسن بقى فيه وما كانش قادر يدير ليه شي حاجه واصلا الحياه ديالو كانت غادا مزيان وفرحان. ولكن واحد النهار كان طالع لخدمته حتى وقفوا عليه الاف بي اي كيسولوا فين كان في واحد التاريخ. حسن جاوبهم بالتدقيق باللي كان خارج كياكل ساندويتش. خوتنا تصدموا كيفاش حسن عاقل بالديتاي على ساندويتش فوقاش كلاه ولكن ملي رجعوا للكاميرات لقاوه بصح كياكل ساندويتش وخا وجهه ما كانش باين. واحد النهار ورن جاتو سكته قلبيه وفاش كان في السبيطار وصح حسن باش يقلب على الحب وشي واحد يكون فرحان معاه حيت هذا الشيء اللي مهم اكثر من الفلوس. ومات ورن حتى هو وتما حسن بقى قدامه غير جدو ويطلع. صيفط الحسن دعوه عرض عليه يتعشاو في الدار. روت قالت له بلي خاصو يرجع قبل 7 حيت الحفله ديال الخطوبه ديالهم كانت ديك الليله. وتما بانت جوليا عاوتاني وكان عندها تصاور ديال حسن في كاع البلايص فين ماتوا عائلته. حسن ضرب الضوء قال لها شنو باغا باش تسكتي. تما طلبات منه 300,000 دولار يديها الراجل قبل العصر ولا غادي تفضحوا. حسن مشى كيجري عند راجل لايل باش يعطيه الشيك. لايل بقى كيعايرو حيت كان كيعجب جوليا وهو يصرفقو وخبطو من الارض وخرج في حاله. مشى نيشان لدار جدو القصر كان خاوي والجد قال ليه بلي لغى الحفله حيت كاينه عاصفه ولكن ما فيها باس يشوف حسن وجلس معاه شويه. جلسوا كيتعشاو وبدا كيقول لحسن بلي الحياه ديالك تحسنات بزاف ودرتي فلوس دغيا. ومن الهضره ديالو حسن عرف بلي جدو كان عارف كلشي وقال ليه بلي مو ماري كانت ذكيه بزاف وعزيزه عليه من بين ولاد. دخلوا له واحد البيت وجبد مكحله قديمه كان حارب بها جدو الاول عطاها لحسن وقال لي توكل على الله ونيش عليا وليدي. حسن هز السلاح ولكن ما قدرش يديره وحبس. مشى بغى يخرج بحاله لقى الشرجم والباب كلهم مسدودين. شويه جدو بدا كيضرب عليه بالقرطاس. حسن جاتو في دراعه ونظهر بالزربه ولكن ما كان عنده فين يخرج. وجدو بقى كيضرب بالقرطاس وكيقول له كان خاصك تقتلني فاش عطيتك الفرصه. وما حس براسو حتى دخل له سهم في قلبه صيفطوا ليه حسن. ولكن حتى هاد الجريمه البوليس اعتبروها دفاع عن النفس ماشي قتل وطلقوا حسن يمشي بحاله. رجع للدار عند روث اللي لقاها كتبكي حيت ما جاش للخطبه ديالها وسولته واش مخبي عليها شي حاجه. هو يعاود ليها غير البارتي ديال جدو وخبى عليها الجرائم الاخرين. وتما حسن ولا هو مول وارتكابله ودار ليهم ميسا. ولكن في الحفله ديال التكريم ديالو جاو الاف بي اي ولقاو عليه القبض والتهمه كانت هي قتل لايل راجل جوليا اللي كان دابز معاه فاش مشى عنده للبيرو. لايل كان مات والبصمات ديال حسن لقاوهم فوق سلاح الجريمه. وفي المحكمه جوليا شهدت ضده وقالت باللي كانوا كيتحابوا. هادشي خلى حسن يتحكم عليه بالاعدام. وقبل 24 ساعه من الاعدام جوليا جات عنده تشوفه. حسن تعصب وبدا كيعاير فيها ولكن قالت لي باللي لايل خلى رساله كيقول فيها باللي انتحر وهي اللي مخبيها وباش تعطيها ليه وتنقضوا سنى ليها لكاع الثروه اللي كان ورث. وقال للقسيس راه كيساينها تجيب لي ديك الرساله ولكن ملي شاف القسيس بدا كيصلي عليه عرف باللي النهايه ديالو قربات. تخلع بزاف ولكن في اخر لحظه جوليا عطات ديك الرساله للبوليس وحسن الزغبي خرج تعتق من الاعدام. القاروث كتسناه برا ولكن غير باش ترجع ليه السلسله ديال امه ومشات بحالها بلا ما تقول له حتى كلمه. شويه بانت ليه جوليا كتساينو في طوموبيله غاليه بزاف. ركب معاها ومشاو للقصر ديال عائله ريدفيلو اللي كان ديالو ودابا ولا في سميتها. والوحيد اللي كان عارف الحقيقه كامله هو داك القسيس. وحسن المنحوس رجع مزلوط بحال اللي كان في الاول. وهنا كيساني الفيلم ديالنا. شكرا حيت بقيتي حتى لهاد اللحظه. قول لي في الكومونتير كي جاتك هاد النهايه. ما تنساوش لايك وسبسكرايب. كان معكم نصر الدين الزين ونتلاقاو في الفيديو الجاي.